مونستر مدينة شكلها هادي بس قصتها أكبر من نص مدن أوروبا. هاي المدينة بالضبط هون توقفت واحدة من أضخم الحروب اللي عرفها التاريخ. مدينة صغيرة بس غيرت خريطة العالم كلها. أول محطة برنسيبال ماركت. هذا الشارع اللي شايفه الناس كانت تعيش فيه حياة طبيعية تماما، وما كان عندهم أي فكرة إنه بعد سنين قليلة رح تجتمع أقوى دول أوروبا هون وتعمل اتفاق يوقف حرب مات فيها أكثر من 8 ملايين شخص. ركز منيح، في واجهة هون إذا عرفتها بتفهم ليش مونستر أنهت حرب دامت 30 سنة. ومن هون من هذا المبنى تحديدا صار اتفاق اسمه سلام فيستفالن، الاتفاق اللي أنهى حرب ال30 عاما واللي بسببه تغيرت حدود دول وطريقة حكم أوروبا كلها. والغرفة اللي انعمل فيها الاتفاق لسه موجودة لليوم، وبينما السياسيين عم يوقعوا الاتفاق الناس كانت هون عم تصلي لسنين حتى توقف الحرب. الكاتدرائية من أقدم المباني بالمنطقة وجواها منحوتات عمرها أكثر من 800 سنة. وآخر محطة شلاس مونستا، القصر اللي اليوم صار جامعة واللي بيذكرك إنه هالمدينة أنهت حرب وبعدها رجعت تبني حالها من الصفر. المشهد اللي بعده بيحكي كل القصة، بتشوف ليش مونستر مو مدينة عادية، مدينة صغيرة بس أثرها أكبر من اللي بتتوقعه. حتى إنه